حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الجو اللي احنا فيه ده؟ يا ترى كده قاعدين مكنونين سقعانين وبردانين وبالبطاطين متغطيين؟ ايه رأيكم نرمي البطاطين وندخل على المطبخ نولع الفرن، نعمل حاجة حلوة منها ندفي البيت ونتسلى بيها كده واحنا قاعدين كلنا متجمعين. النهاردة هعمل معاكم نوع من أنواع الكوكيز، طريقته بسيطة جدا وطعمه مميز جدا. الكوكيز ده هنعمله بالطريقة الأصلية بتاعته. الكوكيز ده بربع كيلو دقيق هتعملي كمية محترمة منه، وكمان تسويته في الفرن بسيطة جدا، وأنا أضمن لكم إن طعمه هيعجبكم ويعجب الولاد قوي. وهتتأكدوا من كلامي لما تاخدي كده قطعة من الكوكيز يا سلام عليها مع كوباية اللبن أو كوباية شاي بلبن. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف هنعمله ازاي بسرعة على طول. وعلشان الوصفة ما تاخدش مننا أي وقت هندخل على المقادير على طول. أنا محتاجة هنا 160 جرام زبدة طرية، أنا عيرتها لقيت ال 160 جرام مليين المج زي ما انتوا شايفين كده، وكمان قدهم 160 جرام سكر، برضو كوباية سكر، وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وشوية فانيليا، شوية بيكنج باودر، وربع كيلو دقيق. وطبعا عشان كوكيز بالشوكولاتة محتاجة كمية من الشوكولاتة. أنا جبت باكو سما اللي هو ال 200 جرام ده، تقريبا كان ثمنه 25 جنيه. طبعا دي كل المقادير اللي انا هعمل بيها الكوكيز. طبعا يعني لو هتقارني السعر اللي انت هتشتري بيه من بره ما يجيش حاجه جنب التكلفه البسيطه اللي انت استخدمتيها في البيت. ويلا ندخل على الطريقه على طول. ببساطه هحط السكر والزبده على بعض، وزي ما قلنا الزبده بدرجه حراره الغرفه، وهضرب الزبده والسكر دول لحد ما ينعموا ويهيشوا ولون الزبده يفتح. على طول كده هستخدم العجان، لو انت عندك المضرب العادي استخدميه، مضرب البيض برضو هيقضي الغرض. ابتديت كده بالسرعة البطيئة لحد ما السكر يختلط بالزبدة وعليت السرعة، ومن وقت للتاني كنت بقلب الزبدة والسكر عشان اتأكد ان الزبدة والسكر اختلطوا مع بعض تماما. في الوقت ده على ما الزبدة تتضرب مع السكر قلت استفيد من الوقت ابتدي اكسر الشوكولاته اللي عندي. انت ممكن تجيبي شوكولاته دارك عاديه، اي شوكولاته عندك كسريها كده مكعبات او قطع صغيره، علشان الكوكيز ده غني كده بالشوكولاته من جوه ومن بره. كسريها بالشكل ده، مش عايزه القطعه تبقى كبيره ولا عايزاها تبقى يعني مبشوره قوي. ولو انت ما عندكيش الشوكولاته دي ممكن تستخدمي قطع الشوكولاته الشيبس العاديه. وبعد ما السكر والزبدة اتضربوا مع بعض كويس ابتديت احط البيض. مهم قوي ان البيض يكون طالع من التلاجة من بدري. هنزل كده ببيضة بيضة، وطالما طبعا قلنا في بيض يبقى نحط فانيليا، ويا سلام لو تبقى فانيليا سايل، انا ما كانش عندي فاستخدمت الفانيليا البودر. هقلب كده من وقت للتاني عشان الكمية صغيرة بالنسبة للعجان، وزي ما قلنا انت ممكن تستخدمي المضرب، يعني مفيش حاجة تعطلنا. هسيبهم كده يتضربوا مع بعض لحد ما القوام ده يبقى كريمي وهش ولونه يفتح. وبعد شوية ضرب صغيرين حصلنا على القوام الكريمي الناعم الهش بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام اللي انا عايزاه من ضرب السكر والزبدة والبيض. هديله كده ضربة كمان ألم الدنيا مع بعض، وبكده خلصنا استخدام العجان أو المضرب. شايفين القوام طري ازاي وناعم وكريمي ازاي ولونه فتح ازاي؟ علشان تحصلي على كوكيز كويس تضربي الزبدة والسكر كويس. نيجي بقى الربع كيلو دقيق بتاعنا، هحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، هقلبهم كده كلهم مع بعض، وكده المواد الجافة بقت جاهزة. هاخدها على طول انخلها على الزبدة والبيض والسكر، وبالمرة نزلت بكمية الشوكولاتة اللي أنا مكسراها، وكان عندي شوية بندق مكسر قلت أستفيد منهم وأحطهم على الخليط ويديني كمان زيادة في الطعم حلاوة. قلبي بقى كل ده مع بعض لحد ما الدقيق يختلط مع الزبدة، وما تكتريش في التقليب، أنا عايزة بس الدقيق يختفي مع الزبدة والسكر، وبكده نكون جهزنا عجينة الكوكيز. الصاج بتاعي ورقة زبدة مدهونة زيت ومرشوشة بشوية دقيق، وتخلصي من الدقيق الزيادة. ونيجي بقى على طول لتشكيل الكوكيز. معايا الصينية بتاعتي، هبتدي اشكل. عندي طريقتين للتشكيل، انا مرضتش احط ايدي في العجين فاستخدمت كده معلقتين. اخد كده قطعة واحطها في المعلقة وابتدي كده اقلبها من فوق لتحت علشان بس الشكل يبقى منتظم. الطريقة دي أنا استخدمتها علشان مش عايزة إيدي تتملى من العجين. طبعا أنا بحط الصينية جوه الصاج بس عشان أوريكم في الكاميرا.
شايفين؟ خدي بالك كده بعمل ايه، كأني بعمل طعمية. وحجم قطعة الكوكيز زي ما انت عايزة بقى، كبري صغري، بس هو حجمه اللي بيبقى متوسط بيبقى جميل جدا. شايفين؟ خدي بالك كده من الطريقة. انا باخد قطع وببتدي احركها كده في المعلقة علشان تديني بس الشكل المتناسق ده المنتظم ده بالشكل ده. وهوريكي طريقة تانية لو انت مش عايزة تستخدمي الطريقة دي. شايفين؟ بالشكل ده. اهم حاجة وانت بترصيه في الصينية خلي فيه مسافات كويسة بين كل واحدة والتانية علشان هو في الفرن بيفرش وما يلزقش ببعض ويطلع شكله معوق. خدي بالك كده تاني من الطريقة انا بعمل ازاي. وزي ما قلت لك في طريقة تانية لو انت مش عايزة تستخدمي طريقة المعلقة دي. بعد ما تخلصي بقى التشكيل عندك شوية شوكولاتة كمان متبقيين، حطي كده على الوش وامليه كده بالشوكولاتة عشان يبقى مليان شوكولاتة من جوه ومن بره. طبعا يا جماعة زي ما قلنا في المرحلة اللي احنا فيها دي لازم نعمل كل حاجتنا في البيت، كل حاجة بقت مولعة نار. بس لو قارنتي التكلفة اللي بتعمليها في البيت بالحاجة اللي بتجيبيها من بره طبعا مفيش مقارنة. ده غير كده انك متأكدة من المواد وعارفة انت حاطة ايه. دلوقتي بصراحة الواحد بقى يخاف من كل حاجة يشتريها من بره. هكمل انا الصاج ده كله بنفس الطريقة دي، وهوريكي طريقة تانية بسيطة لو انت مش عايزة تستخدميها. اهم حاجة تاني بأكد سيبي مسافات كويسة، ما تعمليش زي انا حبيت كنت عايزة اخلص مرة واحدة، فانتي لا، سيبي مسافة كويسة بين كل واحدة والتانية. وهنشوف ايه اللي حصل وهو بيتسوى في الفرن. شايفين؟ وقلنا كبري صغري زي ما انت عايزة، وكملي بقى بشوية شوكولاتة من اللي متبقيين عندك بالشكل ده. التسوية بقى بتاعته هدخله فرن 180، هياخد من 10 ل 12 دقيقة. اوعي تزودي عن 10 ل 12 دقيقة علشان الكوكيز ده لازم يبقى فيه طراوة وفيه مضغة، لو قرصتي عليه هيقرمش ويبقى بسكوت. وادي شكله في الفرن. بصوا اول ما بيدخل الفرن سخن بيبتدي يفرش كده على طول. شايفين جوه ابتدى يلزق في بعض، ولو لزق في بعض هتلاقي طلع شكله مش منتظم وهتلاقيه كده في اشكال معوقة. ودي الطريقة التانية. في الصينية على طول بكوره بإيدي، وبيني وبينكم لقيتها أسهل لأن ما لقيتش العجينة بتلزق في إيدي ولا حاجة. بتكوريها في إيدك بالحجم اللي انت عايزاه. وزي ما بقولك تاني ابعدي الكوكيزات عن بعض علشان ما تلزقش ببعض ويطلع شكلها معوق. وبرضو زودي كده كمية الشوكولاتة اللي انت عايزاها من على الوش. وزي ما قلتلك اوعي تقرصي عليه في الخبز. وادي الكوكيز بعد ما طلع من الفرن بتسيبيه لما يبرد تماما. شايفين الكوكيزات اللي لزقوا ببعض طلعت شكلها معوق لكن طعمها جميل. شايفين التسوية؟ انا عايزة القعر من تحت يبقى فاتح كده. اول ما تلاقي الحروب بتاعة الكوكيزاية ابتدت تحمر تطلعيها على طول من الفرن وتسيبيه لما يبرد تماما. شايفين دي لزقت في اللي جنبها فطلعت شكلها معوق لكن طعمها ولا يتعوض. وبعد ما يبرد تماما بقى خدي كده صينية مليانة كوكيز مع كوباية شاي ولا شاي بلبن، ومع كل قطمة هتدعيلي وتقولي الله 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 يا سلام. بربع كيلو دقيق عملنا كمية الكوكيز دي، ده غير كمان اللي عيال أكلوها وأنا بطلعهم من الفرن. بصي كده وأنا بقطمها ما تحسيش إنها مقرمشة، فيها طراوة، ولما تاكليها تحسي كده إن فيها مضغة. هي دي الطريقة الأصلية والطعم الأصلي للكوكيز. ودي كانت وصفتنا النهاردة. أتمنى أن انتوا تجربوها. سبسكرايب وشير ولايك وتابعوني مع سماسم في المطبخ.